السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو. ان شاء الله تلقاكم بالصحه والعافيه. جبت لي زونفلوب تاعي وجبت شحيحات تاعي. ان شاء الله اليوم راني حنفرغ معكم كامل لي زونفلوب تاعي ونشوفوا واش قعد لنا فيهم. اسكو كاش ما حنا نلقاو دراهم نزيدو ندخلوهم في هاد الشحيحه ولا والو. وباش تعرفوا بلي انه كل اسبوع وبركته ولا كل 10 ايام وبركتها. ما لازمش الانسان يتسرع. شوفوا حنا درنا مبلغ معين، سمعتوني هذاك المبلغ. حبينا ناكلوه يعني على مدار اسبوع ولا 10 ايام، صا ديبون كل وحده فينا شحال راهي مقسمه. اذا حنا اقتصدنا منه ما شاء الله، اذا ما اقتصدناش منه عادي. لانه اصلا الهدف الاول في هذا التقسيم تاع الشهريه هو انه باش تكفينا، باش ما نروحوش نسلفوا ولا نروحوا نجيبوا دراهم غوش دغوات ولا نقعدوا اون بان ولا ما نلقاوش عندنا الخبز ولا الحليب ولا لي بات ولا. يعني الهدف الاول من تقسيم الشهريه هو انه باش تكفينا. بعد ما نشوفوا بلي كفاتنا نروحوا الهدف الثاني هو انه نسيو نقتصدوا منها شويه. شوفوا انا مدايره خبز وحليب. هاوليك واش قاعد لنا فيه 20,000. هاكو تشوفوا مواد غذائيه ما قاعد لنا فيه والو. هاكو تشوفوا اللحوم كيف ما قاعد فيهم والو. مواد التنظيف كيف ما قاعد فيهم والو. خضر وفواكه كيف ما قاعد فيهم والو. يعني على مدار 10 ايام كامل قدرت نوفر منها غير 20,000. وهاد 20,000 من ظرف الخضر، من ظرف الخبز والحليب. راكم تشوفوا يا البنات، هذا مكان عادي جدا. انا هاد 20,000 راح نديرها ان شاء الله في هاد التحدي تاع 20,000. فوالا شوفوا سبحان الله كانت قعدت لي يعني اون ديرنيير كاز باش نكمل هاد السطر الثالث. الله يبارك. راكم تشوفوا ما شاء الله غير بالاسطر قدرت نبدل دي بي دارجون. هامليك هادو دراهم تاع ورق. راكم تشوفوا كاين 500,000. الله يبارك ما شاء الله. شوفوا كل سطر فيه 200,000. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200. تما هنا طميت كامل 600,000. نزيد نحسب معكم باش تتأكدوا. 1 2 3 4 5. هادوما 500,000. وعندي هنايا شويه تاع صرف. 20 40 60 70 80 90 100. شكون تشوفوا له يبارك يبان لكم نورمالمون. فوالا الله يبارك. يعني ما شاء الله باش تشوفوا بلي بالقليل نقدروا نديروا تاويل. الله يبارك بسم الله ما شاء الله. انا شوفوا يعني نفهمكم حاجه. الانسان مع الوقت يتبدل تفكيره في كل شيء، في اي حاجه ينوي يديرها يتبدل تفكيره. دونك لا ميم شوز ليا نهار بديت التقسيم الشهريه هذا بديت نتعلم. نتعلم اولا نشوف الزميلات اللي راهم في مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف تاني الفيسبوك عاوني بزاف يعني باش نكون معاكم صادقه. توجور نشوف حكاية تاع الناس ونشوفوا الغلطات اللي داروهم الناس ونشوفوا امور صراو للناس من قبل ومن بعد بدلوهم. دائما انا انسانه ناخذ العبره، نحب دائما نسمع ونشوف باش ما نطيحش في نفس الخطا اللي طاحوا فيه الناس. حنحكي لكم انا حكايه تاع الاقتصاد ان شاء الله، حندير لكم عليها فيديو استناوها ان شاء الله باكا حتعجبكم. دونك قلت لكم نسي نجمل كامل هاد الافكار ونطبقهم في حياتي. انا انسانه نستعرف الانسان كي يفيدني كي يعطيني فكره نحب نشكره. نستعرف كي نغلط نحب نشارككم الخطا باش نتوما تاني ما تطيحوش نفس الخطا. يعني انا انسانه معطاء الحمد لله بفضل ربي سبحانه. ودائما نقول لكم ما تشوفوش القنوات تاع اليوتيوب من الجانب المالي ولا المادي، برك ما تقعدوش تقولوا نتوما تشاركونا غير باش تدوا دراهم ولا على جال المشاهدات. لا
شوفوا اي انسان يقدر يستفاد باي حاجه، ماشي برك في مواقع التواصل الاجتماعي. تقدر جارتك، تقدر اختك، تقدر صاحبتك تعطيك معلومه معينه في اي حاجه في اي مجال، تشوفي بلي هذيك المعلومه فادتك في حياتك، اضعف الايمان دعي لها، دعي لها في الغيب، دعي لها ربي يعطيها واش تتمنى، دعي لها ربي يخلي لها صحتها، اذا مزوجه دعي لها ربي يحفظ لها راجلها وولادها. يعني الدعوه في الغيب والله غير كما يقولوا تساهم بزاف، تساهم بزاف. انا قلت لكم مع الوقت بديت نعرف، ويعني بديت نسقم الاخطاء تاعي، بديت نحي واش لازم يتنحى، وبديت نجدد واش لازم يتجدد. انا قلتها لكم من قبل انه اكثر حاجه يعني خلات عاونتني في الاقتصاد هو القناه تاعي. بما انه كانت عندي قناه كنت ندير بزاف تحديات، وكنت نحب ننجح في هذيك التحديات باش نبين لكم بلي هذاك التحدي راه ناجح. نعطي لكم يعني مثال بسيط جدا. تعرفوا جوال هي صاحبه يعني لا كلينيك جوال. واش كانت دير هي لا استراتيجي تاعها كيفاش كانت انه اي عمليه جراحيه تقدمها في لا كلينيك تاعها كانت ديرها على روحها، يا اما في الاسنان، في الشعر، في الحواجب، في الكوع، اي حاجه جديده كانت تجيبها لا كلينيك تاعها كانت تطبقها في روحها. علاش كانت دير هذا الشيء؟ باش تبين للناس بانه الطريقه نتاعها ناجحه ولا العمل اللي يتقدم فيه ناجح، وبالتالي كانت بوبليسيتي شفافه وبزاف ناجحه. وهي كما كنت تشوفوها لحقه ويناير لحقه، ما نقولك انا ضد الشيء اللي يديروا، ولكن حبيت نقرب لكم الفكره. دونك انا حتى ولو كنت فاشله، بصح كي بديت نشارك معاكم، مثلا نديروا تحدي تاع 150 الف، كنا دايرين مع بعض 100 الف للسمانه، 100 الف تاع خضره وفاكهه. نهار اقترحت عليكم الفكره نسبه كبيره قلتوا لي مستحيل، ما راكيش راح تنجحي، ولكن انا كنت نتحدى روحي اسبوعيا، كنت نجي نوريلكم شوفوا واش شريت، وكنت نرجع الصرف ونعمر شحيحات. هنا بديت نتلقى تعليقات تاع راكي تجوعي، راكو 200 بشر. بعد هنا كنت نحاول نوصل واحد الفكره انه ماشي كاع الناس كيف 100 ألف هاد لو بي دارجون اللي ناس تستقهوى به. كاين واحد اخرين يشرو باكي شوينغوم ب80 ألف، كاين واحد اخرين يشروه طابليطه شيكولا، وكاين واحد اخرين هذه تشد لهم 15 يوم. قبلكم الناس هذوما طبقات، كل واحد والمستوى المعيشي تاعو. انا عبر القناه تاعي حاولت نقرب لكم فكره انه بالقليل نقدروا نديروا التاويل. نعم، 100 ألف هذه نقدروا نقسموها بين الخضره والفاكهه. واكثر حاجه كنت ديما نعاود نقولها في لاشين تاعي هو انه انا عايشين في بلاد واحده، ولكن ما كانش نفس الاسعار. يعني انا اذا قدرت نشري بطاطا عندي هنا ب 8000 تقدر انت تشريها ب 13000، اذا انا قدرت نشري هنا المشماش ب 15000 اللي عندك هو يتباع 25000. وتالت كل واحد فينا كيفاش يخمم. مثلا انا عندي تخمام يقول انه ننوع، انا نمشي بعقليه التنويع، وانتي بوتيتر راكي تمشي بعقليه الكميه. مثلا انت تقولي لا لا انا شي 2 كيلو مشماش ناكلوهم ونشبعوا خلاص. انا نقول لك لا لا جو بريفير شي 2 حبات تفاح، 2 حبات بنان، 2 حبات خوخ، نديرهم سالاد دو فروي ونمدهم لولادي باش ولادي ياكلوا كامل الفاكهه. يعني الناس افكار الناس، كل وحده فينا كيفاش تحب تجيري البيت تاعها، كل واحد فينا كيفاش تخمم. علاش تلقاو انه القنوات يمكن انه عندهم كامل نفس المحتوى، ولكن الافكار تختلف. يمكن انا كاين فيكم اللي يتبعوني انا باسكو يحبوا الافكار تاعي، ولكن يروحوا عند واحد اخرى يحبوها ويتبعوا الافكار تاعها. ماشي معناتها انا ماشي مليحه ولا هي اللي ماشي مليحه، لا، كل وحده فينا عندها افكار يعني تسردها عليكم وانتم تدوهم. كاين اللي باغ اكزومبل اللي يتبعوني باسكو عندهم نفس عدد افراد الاسره، فهمتوني. كاين واحد اخرين يتبعوني يقولوا لي سي فري كو لي بري تاع الخضره والفاكهه من جهتنا كيما جهتكم. كاين اللي يقولوا لا لا نقدر نتبعوك باسكو الفاكهه والخضره ولا اللحم والدجاج رخيص علينا. تسمى فهمتوا واش راني حايبه نقصد لكم. حتى ولو كان يلحق عليك نهاية الأسبوع وما ادخرتي والو، لي زونفلوب تاعك كامل فارغين، 5000 وما قعدتلكش، لازم تكوني فخورة بروحك. علاش؟ لأنك ما سلفتيش، لأنك ما قعدتيش اون بان، لأنك قررتي أنك ديري مبلغ إكس، كملتي في هذاك الطريق. وهذا هو الصح، وهذا هو كما نقولوا الهدف من هذا الشيء كامل.
فوالا. ان شاء الله برك نكون فدتكم يا لو كان شويه، وان شاء الله برك الفيديو هذا يكون فاتكم. راكم تشوفوا يعني احيانا كنت ندخل معكم الشحيحات حتى بال100 وال150، اليوم دخلنا غير 20,000. وهذا هو الحاجه اللي انا حابه نقولها لكم، بانه الادخار هذايا ماشي دائما نفس المبلغ يقعد اسبوعيا ولا بالعشر ايام. كاين اللي عجبتهم فكره التقسيم الشهريه بالعشر ايام، كاين اللي تمشي بالاسبوع، كاين اللي دير مشتريات شهريه. كل وحده دير الشيء اللي يخرج عليها. الاهم هو انك في نهايه الشهر تكوني الاز، ما كان حتى واحد تسلف لك، ما كان حتى واحد يجي يطبطب لك، وخاصه تكون الفرحه عارمه اذا دخلتي يا لو كان بياسه واحده دراهم داخل الشحيحه تاعك. انا نعاود نغلق الشحيحه تاعي. نشكركم اللي كنتوا وصلتوا لهاد الدقيقه. حاب يقول انه الفيديو فاتكم، تهلاو في روحكم. نتلاقى معكم في فيديو مقبل، ومع السلامه.